ثالثا، وين هو السوق مالتك؟ اختيار السوق الصحيح. أنا مو عايش بالعمارة أوكي ومترقت لي أريد أبيع لي مثلا بكردستان أو بأربيل. مثلا أنا مو عايش لي بفد منطقة أو فد بيئة معينة وأريد أبيع لي بمنطقة ثانية. هذا ما أقول لك مو من الممكن. يعني خلينا ناخذ مثال لازم الريف والمدينة. شلون؟ ريف ومدينة بالضبط. أوكي، يعني أنا الزبون اللي عرفته وبعدين المنتج اللي هم شرحت عن المنتج مالتي. هسه اجي اقول انا السوق اللي اريد اشتغله، اول شيء اشتغل بالمنطقه اللي قريبه واللي عندي افيلابيلتي، يعني اقدر اوصل لهم زين. مو انه اكو واحد يطلب من عندي فد بضاعه معينه مثلا بدبي، هو انا بالعراق ما مدبر هالتوصيل، اما ادزها دبي على سبيل المثال. انه لازم السوق عندي تعريف متكامل عنه. يعني شلون انا اقرر بانه وين اسوي مشروعي، او مثلا اسوي انترناشونال بالدول وهاي لو بمحافظتي او على مستوى العراق؟ بداية التأسيس البزنس اوكي، ستيف جوبز عنده فد مقولة يقول لك بالبداية انت العب بالساحة مالتك اوكي، الساحة اللي انت عندك اكثر افيلابيليتي يعني تقدر توصل لهم. فانت بالبداية لازم تشتغل على الجمهور اللي خاص اللي موجودين دار مدارك وانت قريب عليهم اللي تقدر توصل البضاعة مالتك. بس من يتطور الموضوع فانه انت راح يصير عندك اكسس او يصير عندك يعني قابليه انه توصل باقي المحافظات وممكن حتى خارج العراق او خارج البيئه اللي او خارج البلد اللي انت عايش فيها، وتتقدم وتوصل المنتجات مالتك. هسه احنا سولفنا على الثالثه، اوكي يعني هم نربطها نرجع احنا نسويها سلسله. اوكي احنا حكينا بالموضوع الثاني او النقطه الثانيه هو نوع المنتج، وجينا حكينا البيئه مالتنا، وقلنا يعني البيئه احنا مثلا بمدينه او بريف او منطقه راقيه او منطقه مو راقيه. صح. وهنا يعني هذا ربط راح يصير بين المنتج مالتنا والبيئه مالتنا. يعني ليش هذا صار بالنقطه الثالثه بانه لازم نختار البيئه؟ يعني نحدد امكانياتنا مثلا. واحدة من عندنا الإمكانيات مالتنا. أنت جاي تسوق بضاعة معينة، لازم تعرف أنه هذا المكان الجمهور أنت عرفته أنه شنو أعمارهم، شنو وضعيات الإمكانيات المالية مالتهم. بس سؤالي أنه هذا السوق اللي أنت قلت لي مثلا أريد أشتغل بمحافظة فلان أوكي، هل هناك هاي المحافظة اللي إحنا نريد نسوي عليها تسويق ونبلش المشروع مالتنا عندهم إمكانية يشترون بضاعتنا لو لا؟ مثلا البضاعة مالتنا هي هاي ليفل لاكتشري برودكت أوكي، اللاكتشري برودكت هاي المدينه تشتري من عندنا لو لا؟ اوكي. بالاخير انا راح احكي لكم عن شيء اسمه السي اس اف او كريتيكال سكسس فاكتور، يعني الاجابات الصحيحه اللي انت تجاوب على هاي التسع اسئله هو اللي يحددك انه انت تكون الاول بالسوق، انت تكون الفاشل بالسوق، انت سوقك يستمر او انت راح تخسر كل شيء. الاجابات الصحيحه، يعني انت اذا اختيارك للزبون مو صحيح، اختيارك للسوق مو صحيح، فانه انت راح تفشل. فرق بينك والمنافس اللي هسه افضل من عندك هو اجابات على هاي الاسئله، هو مجاوب على هاي الاسئله اصح من عندك اوكي، مختار الماركت اصح من عندك. احنا كان عندنا على سبيل المثال انا كنت مخيل ب 2013 2014 هسه داعش نزل، فاحنا نشتغل اجهزه تجميل. انا كان تخطيطي كنت بصفه مدير التصدير لشركه معينه، فانه كان عندي مثلا برودكت خاص صيني انه هسه وقته. ليش؟ لان الناس تخوفت، لان الناس فكرت انه داعش وصل قريب على العاصمه وغيره وغيره. فانه اني بلغت الشباب المبيعات انه يكون تركيزهم على برودكت معين، مثلا على منتج صيني اوكي. المنافس مالتي شاف الموضوع ودرس الموضوع عكسي، فانه بوقتها راح جاب برودكت براند عالمي مثلا من منشأ أوروبي أمريكي، فقال لا بالعكس أنا جاي دا أشوفه أنه هسه وقت أنه أقدر أنفجر بالسوق، لأن أكو كلاسات خاصة من الأطباء اللي يشترون هذا البرودكت. وكان صح وهو صح أوكي، فإنه هو صعد وأنا بقيت بمكاني. ليش؟ لأن الإجابة على الأسئلة حسب الوضعية اللي أنا شفتها إجابته هو كانت أصح من عندي، يعني عرف البيئة مالته أحسن، عرفها أحسن أوكي. خانة الرابعة. نروح الرابعة التكنولوجي. شنو التكنولوجي او شنو طريقة عرض منتج مالتي؟ انا شنو اللي جاي دا اقدمه؟ تذكر يعني انا اتذكر والدي اوكي قبل كان مثلا يجيب له كرزات اوكي فيخليها بجيبه، ولكن هم من كانوا يسوقوها كيلوات اوكي، فيشيل مثلا فد كرفه يخليها بجيبه
وبالطريق مثلا ياكل او بالاخص نشوف الاشخاص اللي عندهم سكر يستخدمون بعض الحلويات مشاهديها. اجت شركه قالت انا مكان ما انه اسوي الاكياس بشكل كيلوات اسويهم بشكل باكيتات صغار، بحيث انت تفتح بدون ما انه يجي وساخه تجيب وشي وما ادري شنو وبيها يمكن تلوث فلوس، هاي الامور موجوده. فانه اني مسوي لك تعبئه صغيره، هذا تكنولوجي. طريقه العرض الخدمات مالته او عرض المنتج مالته هو طريقه غريبه كانت، صار طلب كلش هوايه على هيك منتج حتى لو يبيعها اغلى. اوكي، بس هو عرض المنتج بشكل ثاني. على سبيل المثال انا باحد المقاطع نزل تكنولوجي مال والمارت ذات تصنيف اللي كان 50 شركه انوفيتيف بالعالم. اوكي، ال 13 الفئه ال 13 هي كانت والمارت. الوالمارت هي اسواق عاديه. الاسواق العاديه هي شنو التكنولوجي اللي هم عندهم اللي دا تتميز اكثر من الدل، اكثر من فيليب، اكثر من زيمن، اللي هذول هم اهل التكنولوجي واحنا عندنا فكره عن التكنولوجي. يعني هاي الامور بس الوالمارت اعلى من عندهم كنسبه. فانه كل شيء اللي هم سووها كانوا عندهم تكنولوجي انه انت تثبت لك فد حاجه معينه 90% بكل امريكا يقدرون يوصلوها الحاجه المالتك اللي انت تشتريها بالاسواق ثاني يوم دليفري، يعني خلال 24 ساعه. هذا تكنولوجي مالتهم. يعني فكروا انه شلون انا اقدر اوصل الخدمه مالتي باسرع وقت او بوقت قياسي. او هم سولفت على رقيه، اذا تتذكر ما رقيه المربعه اللي موجوده باليابان، اجوا وفكروا انه هاي النبته مال الرقيه خلوها بقوالب خشب او حديد، هاي من تكبر راح تكبر بشكل مربعه. زين، شنو التكنولوجي مالته؟ راح تكون سهل بالنقل وما توقع وما تتفلش. اوكي، وشكلها مختلف. اوكي، يعني انت ممكن التكنولوجي مالتك يكون طريقه تغليفك. اوكي، يعني ما نقول احنا التكنولوجيا لازم يعني مثلا موبايل او مثلا تكنولوجيا مثل ما نعرفها احنا، لا، تقنيه باستخدام هذا المنتج وتوصيله. هسه انا اسالك سؤال، اكو مصنع يجي يقول لك اني هذا المنتج المعين اوكي سويته او صنعته بمكاين حديثه، اوكي، بس انت بالتالي عندك فينيشنج برودكت اللي طالع منه، وفينيشنج برودكت بالطريقه التراديشنال بالطريقه العصريه. بالتالي البرودكت هو نفسه، هذا طالع باجهزه حديثه، هذا طالع بالطريقه القديمه اللي هم كانت. بالتالي هو زين، هل من الممكن انه هاي الشركه اللي هو بالاخير هو منتج نفس الشيء جاي يشتغل، انا اقول هاي بتقنيه كلش قويه؟ لا مو شرط. لان انت بالتالي اللي يحكم عليك منو؟ يحكم عليك اللي يجي يشتري من عندك، يقول لك هو بالتالي انا جاي اشتريني مثلا معجون مال طماطه. اوكي، هسه انا ما عندي شغل انه انت بشنو الاجهزه اللي صنعتها، بالتالي هذا الطعم وهذا الطعم نفس الشيء، فانا اشتري الارخص من عنده. التقنيه ممكن انا سويتها بتغليف يختلف، هذا التغليف، هذا النوع التغليف يخليك انه مده فتره طويله وما يفسد المعجون مال الطماطه. اوكي، هاي التقنيه كلش مهمه. الجزء اللي يخص التكنولوجيا، اريد هيك فد مثال توضح لي التكنولوجيا شنو تقصد بيها. اوكي، ماكو مشكله. تقدر تفتح ايدي؟ اي اقدر. يلا بايدي هيك وافتح. هذا التكنولوجيا مالتك؟ الفتح الايد بعد حسب القوه مالتك. شنو بعد؟ اكو طريقه اسهل؟ اي شلون؟ اكو وايد طرق، بس مثلا اقرصك هيك تفتح ايدك. مثلا جرب او ادغدغه. اي صح. أوكي. يعني اتلاعب بالأسف. فانه انت سوي هاي الحركه. شلون يعني انت سد ايدك وشوف انا التكنولوجيا مالتي شنو. التكنولوجيا مالتي اللي انا اريد اسويها هاي الحركه، فانه انت تفتحها. هاي التكنولوجيا، هاي الطريقه اللي انا استخدمها. اوكي، التكنولوجيا كلش مهم انت شلون تعرض المنتج مالتك. فانا ضربت هذا المثال، حكيت بيها انه قبل كانوا يعرضون المنتجات مالتهم، يعرضون الكرزات مالتهم بشكل اكياس، اوكي، كيلوات كانوا يبيعوها. فشركه من الشركات اجت قالت يا بالتقنيه مالتي انا اسويها بشكل اجزاء بسيطه، بشكل اكياس صغيره، حتى الكل يستفادون. حتى انت من تريد تروح للمحل او تريد تروح للدوام، شيل لك كيس صغير على قد حالك بدون ما انه يتوسخ الكرزات او يصير بها مثلا بعض الخيوط شيء ذن اللي موجوده بجيبك. او شوف مثلا هواي ناس يعجبهم انه يكرزون حب، اوكي، بس انت مو كل مكان تقدر تكرز حب، اوكي، لكي على مود الصوت اللي موجود. فشركه من الشركات اجتي وصار لها سنين، اوكي، وهواي شركات انه استخدمت اللب مال حب، اوكي، بشكل اكياس موجوده، وانت هذا الكيس تشيله وتاكله وتستلذ به او تستمتع به. هذا الشيء هذا مستخدمين هذا النوع من التكنولوجيا. الخطوط الحمراء كذا، على سبيل المثال انه اريد اشتري لي هاي الكاميرا 1 مليون مايل، السياره هي جارانتي.